بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي. النهارده ان شاء الله مراجعه سريعه على الفصل الاول من ماده التاريخ، ونبدا على طول عشان مده الفيديو. هنبدا باول جزء من الفصل اللي هو الحمله الفرنسيه على مصر والشام واحوال المجتمع المصري والفرنسي قبل الحمله الفرنسيه. في عندي سؤال مهم جدا. طبعا الدرس فيه تعريفات كتير. كان الاول في بدايه الدرس كان في المفروض في تعريف حق الانتفاع وحق الالتزام، بس احنا هنخش على طول في الاجزاء المهمه من الدرس. رقم واحد، السؤال زي ما موجود قدامكم بيقول لي وضح طبيعه الثوره الفرنسيه. وضح طبيعه الثوره الفرنسيه. طبعا احنا عارفين، او ممكن السؤال بيجي بصيغه تانية يقول لي بما تفسر تعتبر الثوره الفرنسيه اول ثوره اجتماعيه، ولكن ده سؤال هنسيبه كمان شويه. فخلينا الاول في السؤال اللي قدامنا بيقول لك وضح طبيعه الثوره الفرنسيه. هقول والله طبيعه الثوره الفرنسيه رقم واحد انها قامت في سنه 1789 باقتحام سجن الباستيل. من الذي قام بالثوره؟ قام بها الطبقه البرجوازيه من اصحاب المصالح التجاريه. طيب، بما تفسر تعد اول ثوره اجتماعيه، هتقول النقطه رقم 3 حيث قامت بها الطبقه الوسطى او البرجوازيه من اصحاب المصالح التجاريه. السؤال رقم 2، ما النتائج المترتبة على قيام الثورة الفرنسية؟ من النتائج المترتبة على قيام الثورة الفرنسية: رقم واحد القضاء على النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، رقم اثنين القضاء على الإقطاع، رقم ثلاثة دخلت بعدها فرنسا في أشكال مختلفة من الحكم، فوصلت إلى المؤتمر الوطني الأول الجماعة التشريعية ثم المؤتمر الوطني ثم بعد كده حكومة الإدارة. وحكومة الإدارة دي مهمة جدا لأنها هي التي جاءت في عهدها الحملة الفرنسية، عشان النقطة دي تيجي أكمل كتير جدا في الامتحان. طيب، نروح بعد كده على حاجة مهمة اللي هي الحملة الفرنسية على مصر والشام. طيب، لكن قبل ما اروح على الحملة الفرنسية في عندي سؤال تاني اللي هو بما تفسر او دلل او برهن ادرك ملوك اوروبا الخطر على عروشهم بعد الحملة الفرنسية. او ممكن السؤال يجيب صيغة تانية: ما هو موقف الدول الاوروبية من الثورة الفرنسية؟ هقول تحالفوا معا للقضاء على الثورة واعادة الملكية او منع تسرب مبادئها. ليه؟ لأنها طبعا خوفا على عروشهم. الحملة الفرنسية على مصر والشام جت سنة كام؟ هي جت سنة 1798، وتعتبر هي جزء من التنافس الاستعماري بين كل من مين ومين؟ انجلترا وفرنسا. استمرت طوال القرن ال 18، لكنها بدأت منذ القرن ال 17 واستمرت طوال القرن ال 18 واتخذ بعدا آخر بعد الثورة الفرنسية. الحملة الفرنسية على مصر، ليه الحملة الفرنسية جت على مصر؟ بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية على مصر. رقم واحد، بنقول فيها تسهيل مرور التجارة. تسهيل مرور التجارة الفرنسية إلى الشرق بدلا من الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح. ورقم اثنين، أصبحت طبعا فرنسا المكانة عالية في أوروبا بعد توسعها حتى بلجيكا ونهر الراين، وإيطاليا حتى البحر الإدرياتي والجزر القريبة من جزيرة أيونيا. طيب، ممكن نقول برضو رقم 3 فيها تقويض الإمبراطورية البريطانية وإقامة إمبراطورية فرنسية. السؤال ده مهم لأن يعني في أسئلة في إجابات كتير، يعني ممكن إحنا نكتفي بسببين اللي هو رقم 4 اللي هو موجود عندك تقويض الإمبراطورية البريطانية وإقامة إمبراطورية فرنسية، وحاجة تانية هي مش موجودة اهي رقم 3 اللي هي انتصر مشروع غزو مصر بهدف، بس هتسيبك من انتصار مشروع غزو مصر وهنقول على طول بهدف تسهيل التجارة الفرنسية بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح. نقطة 1 ونقطة 2 دي مش مهمين في مجيء الحملة الفرنسية، انت بتكتفي بالعنصر الثالث والرابع. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما تفسر ظلت انجلترا في مأمن من هجمات نابليون بونابرت؟ سهلة جدا. ليه؟ لأن طبعا انجلترا، أنا عارف إن انجلترا هي دولة معزولة على شكل جزيرة، فكانت في مأمن بسبب موقعها الانعزالي أو موقع انجلترا المنعزل عن باقي أوروبا. رقم 2 صعوبة نقل الجيش الفرنسي عبر البحر المانش أو بحر الشمال بسبب طبعا تفوق الجيش أو الأسطول الحربي الإنجليزي. طيب، في سؤال بعد كده بيجي بيتكرر بكذا صيغه برضو، اللي وضح محاولات فرنسا لاحتلال مصر في العصر الحديث، او ايد ترجع مقدمات الحمله الفرنسيه لاحتلال مصر الى القرن ال 17، او ايد لم تكن الحمله الفرنسيه وليده الثوره الفرنسيه. طيب، هنقول فيها ايه؟ هقول فيها حاجه سهله جدا، هقول والله ايام لويس ال 14 في القرن ال 17.
لويس ال14 في القرن ال17، وبعديه لويس ال15 في القرن ال18، وبعديه لويس ال16 في القرن، مش جايب لي قرن لكن هو في القرن، كان في القرن ال15 برضه. طيب في ايه الاول؟ في ايام لويس ال14 في القرن ال17 هنقول فكرت فرنسا في ان تضرب التجاره الهولنديه التي تمر عبر مصر. بعد كده تجددت ايام لويس ال15 في القرن ال18، لكن ما كانتش هدف عسكري، وانما كانت يطمع ملك فرنسا في ان تتنازل الدوله العثمانيه له. ايام لويس ال16 كانت بهدف تسهيل التجاره الفرنسيه الى الشرق بدلا من الدوران حول افريقيا. لكن في الايام الاولى للثوره الفرنسيه ايام حكومه الاداره بقى تجددت الفكره بسبب ارسال القنصل الفرنسي في مصر، حيث كان يحث حكومه الثوره طبعا ان ترسل حمله لانقاذ التجاره الفرنسيه وتامين الرعايا الاجانب الفرنسيين الموجودين في مصر من خطر المماليك. المجتمع المصري، بما تفسر اهميه التعرف على احوال المجتمع المصري قبل مجيء الحمله. والله بقول ان المجتمع المصري كان مهم ان انا ادرسه. ليه؟ رقم واحد، فهم تطور الاحداث، اعرف الاحداث بتمشي ازاي، معرفه اسباب مقاومه الاحتلال الفرنسي والثوره عليه، معرفه الفرق في القوه بين المصريين والفرنسيين، المجتمع اقصد، معرفه الفرق بين احوال المجتمع بين المصري والفرنسي، يبقى الفرق بين القوه والفرق بين احوال المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي. طيب خلاص، مصر المفروض بقى ان هي يعني في مطمع من الدولة الفرنسية، ولكن هي مصر دلوقتي في الفترة دي كانت تابعة للدولة العثمانية. فلما اجي اقول بقى ما هي وضع التجارة المصرية قبل مجيء الحملة الفرنسية، او ما هي احوال التجارة المصرية قبل مجيء الحملة الفرنسية، بنقول فيها خسرت مصر كثير بسبب تحول الطريق التجاري من الشرق للغرب الى طريق راس الرجاء الصالح، واقتصرت علاقه مصر التجاريه على مجرد الدول المحيطه بها زي دول البحر المتوسط او السودان او اليمن او الحبشه او بلاد العرب. وارسال مصر الهدايا والضرائب للسلطان العثماني دي مش مهمه لانها مش موجوده في كتاب المدرسه. بما تفسر السؤال بعد كده تدهور التجاره الداخليه، ودي هتفرق بقى في تجاره خارجيه اللي احنا لسه قايلينها، وفي تجاره داخليه اللي هي اللي عليها الدور دي. فبيقول لي التجاره الداخليه تدهورت بسبب عدم استقرار الامن، اشتداد النزاع بين الفرق العسكريه المملوكيه، اغارات البدو وعدم ثبات العمله، واختلاف الموازين والمكاييل من بلد لاخرى. دي التجاره الداخليه. طيب بما تفسر سيطروا الاجانب على امور التجاره في مصر، الاجانب سيطروا على امور التجاره في مصر لانهم كانوا منظمين، يبقى يقول بفضل التنظيم وتمتعهم بالامتيازات الاجنبيه اللي هي التسهيلات التي اعطاها لهم طبعا الدول اللي هم موجودين فيها. نروح بعد كده على الزراعه. بما تفسر تدهور الزراعه في مصر قبل الحمله الفرنسيه، هقول ان الارض كانت عباره ملك للسلطان العثماني، وكان الفلاحون يزرعونها بحق الانتفاع بعد تقدير الضرائب عليها. والزراعه برضو كان يتم الضرائب الزراعيه بواسطه شخص يدعى الملتزم فيما عرف باسم نظام الالتزام، وكان الملتزم بيحصل على قطعه من الارض معفاه من الضرائب بيطلق عليها الوصيه مقابل ان هو بيجمع الضرائب. ورقم 4 ان الفلاحين طبعا عانوا من سطوه الملتزم من دفع الضرائب واستغلال نفوذه. ويقول لك بقى هو بما تفسر تدهور الزراعه، ويقول لك ايه؟ وضح احوال الفلاحين المصريين في عهد الدوله العثمانيه، او يغير ويضحك عليك ويقول لك قبل مجيء الثوره الفرنسيه او قبل مجيء الحمله الفرنسيه، هي واحد قبل مجيء الحمله الفرنسيه والدوله العثمانيه. خدنا كده التجاره والزراعه، نروح بعد كده على الصناعه. الصناعه كانت صناعه بسيطه جدا، وصناعه يعني لم ترقى الى الآلية، وكان الصناع ينظمون في طوائف. الطوائف هي عباره عن زي نقابه العمال كده ايامينا، وكانت عباره عن همزه الوصل بين العامل وبين الحكومه. وكانت طوائف الحرف جزء من نظام الطوائف في مصر، يعني طوائف الحرف هو جزء من الطوائف في مصر اللي هو بيضم اصحاب المهن المختلفه، وكل فرد في المجتمع او كل طائفه في المجتمع كان يرأسها شيخ الطائفه. ده من الناحيه الاقتصاديه قبل مجيء الحمله الفرنسيه احوال المجتمع المصري الاقتصاديه. ممكن يقول لك طبعا لو سؤال رخم جالك في الامتحان ممكن يقول لك السؤال كامل، يعني يقول لك ايه؟ وضح الاحوال الاقتصاديه لمصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه او في ظل الدوله العثمانيه. هتضطر ان انت تقول التجاره وتقول الزراعه وتقول الصناعه. بالنسبه للحاله الاجتماعيه، طبعا المجتمع المصري كان بينقسم الى طبقتين، طبقه الحكام وطبقه المحكومين. طبقه الحكام كانت بتضم الاتراك والمماليك ولهم السلطه طبعا على سائر كل البلاد، والمحكومين هم المصريين
اللي هم كانوا عباره عن مشايخ او علماء او تجار، وكانوا بيمثلوا الشريحه الوسطى اللي هي الفلاحين وصغار الحرفيين وعامه الشعب. المجتمع المصري تدهور يا جدعان ليه؟ بسبب انتشار الجهل والخرافات، ولم يبقى من العلم الا في الازهر. وكمان الازهر اقتصر على التعليم الديني، وكمان مش بس كده، ده اغلق باب الاجتهاد في التعليم الديني. بما تفسر بعد كده، بما تفسر الحكم العثماني استحدث اساليب التبعيه للسلطان العثماني. يعني ايه؟ او وضح، او ممكن السؤال يجي بصيغه ثانيه، وضح نظام الحكم في مصر قبل مجيء الدوله الحمله الفرنسيه. هنقول فيها كانت مصر في مصر 3 ادارات: الوالي والديوان، واللي هم حكام الاقاليم اللي هم البكوات. الوالي هو نائب السلطان، والديوان بيراقب الوالي، والبكوات والمماليك دول كانوا بيديروا الاقاليم المصريه. سؤال مهم جدا: بما تفسر حمل النظام العثماني في طياته عوامل ضعفه. النظام العثماني كان نظام ضعيف بسبب قصر مده حكم الوالي وزياده سلطه الديوان والحاميه العسكريه. من النتائج المترتبه على ضعف الدوله العثمانيه طبعا ادى ذلك الى تطلع البكوات والمماليك للانفراد بحكم مصر، وكان على راسهم طبعا واشهر مثال عندنا اللي هو علي بيك الكبير، اللي هو زعيم المماليك، اللي حاول الانفراد بمصر سنه 1763. حركه علي بيك الكبير قامت ليه؟ او الهدف منها ايه؟ قام، او ما هي الاجراءات التي قام بها علي بيك الكبير؟ رقم 1: عزل الولي العثماني وامتنع عن دفع الضرائب. هل كان علي بيك الكبير رجلا طموحا؟ او طبعا. ليه؟ لانه اخضع الحجاز لنفوذه، بالاضافه الى انه ارسل نائبه محمد بك ابو الدهب لغزو بلاد الشام، ولكن طبعا محمد بك ابو الدهب انحاز للسلطان العثماني واتفق مع السلطان ضد علي بيك الكبير، وهو ده كان فشل الحمله، فشل حركه علي بيك الكبير. يبقى فشلت ليه؟ بسبب انحياز محمد بك ابو الدهب. السؤال بعد كده: ما النتائج المترتبه على توليه محمد بك ابو الدهب حكم مصر؟ طبعا دخلت البلاد في حاله من الصراعات، من التدهور والصراعات وتدهور الاقتصادي والاجتماعي، وتوقفت التجاره والخارجيه. وعندما هبطت فرنسا بقى على مصر، كانت مصر تحت حكم مراد بيك وابراهيم بيك. وكده هنكون بقى انتهينا من المراجعه الاول، هي من الجزء دوت من الفصل الاول. نشوف بقى الفصل الثاني ان شاء الله. يعني نبص كده في الكتاب. هنكتفي كده بالقدر دوت، وان شاء الله ارجو ان انتم تكونوا استفدتم. طبعا هو ده مش شرح، هي مراجعه سريعه بحيث ان الناس تلم معلوماتها، اللي عنده امتحان، اللي عنده مراجعه، يبقى هو احنا مذاكرين المفروض، وان احنا مجرد ان احنا بنراجع بس. فارجو ان انتم تكونوا استفدتم. اللي عجبه الفيديو ما ينساش انه يدعمنا بلايك، او يروح على الصفحه الشخصيه يضغط لايك، ويسيب التعليق بتاعه اسفل الفيديو لو حابب ان هو يراجع درس معين، او انه يوضح لنا هو عايز يراجع ايه بالظبط. شكرا واللقاء.